ايه؟ عملتي ايه؟ فهمني. في ايه يا علي؟ صلاح عمل ايه؟ جوزك يا هانم متهم بالشروع في قتل ابوكي. ايه؟ لا مش ممكن، مش ممكن. بابا جرى له حاجه؟ سايبهم بينقلوه المستشفى، ومن حسن حظه ان الرصاص جه في رجله. ما حصلش يا ناديه، ما حصلش، دي تهمه متلفقه. صلاح مش ممكن يعمل كده. تحت ايدي بلاغ من ابوكي بيتهموا فيه بالشروع في قتله. انا ما عملتش كده. الكلام ده تبقى تقوله في النيابه وتواجه بيه الشهود. لبسوا له حديد، خلصوه. يا كلب ده! انا لسه راجع من شغلي، انا كده راجع من شغلي تاني. حرام عليكم. علي مرزوق بيه، انت عارف ان صلاح بريء، ولاد عزام هم اللي كانوا عاوزين يقتلوك. طاري مع اولاد عزام مقدور عليه يا دادا، لكن بنتي الوحيده ما تروحش مني قدام عينيا ابدا. ما يتجوزهاش واد صايع زي صلاح غصب عني ويعيشها عيشه الكلاب. جراء ما تجيبنيش يا صلاح! 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 ما تجيبنيش يا صلاح! ما تجيبنيش يا صلاح! خلي بالك من اللي في بطنك يا ناديه، خلي بالك من اللي في بطنك. ناديه! ناديه!
بكام الدبه دي؟ دي ب 120 جنيه. والزرافه؟ 75 جنيه. والدبه اللي هناك دي؟ 65. كام دي؟ ب5 جنيه بس. هاخدها. اوكي. جدو تعال نرجع معايا. تعال يا جدو هنخاف. لا اخاف، المرجحه بتدوخني. مي. حكمت، دخلي مي جوه بسرعه. تعالي حبيبتي. انا جاي لك مادة ايدي. ننسى اللي فات يا مرزوق بيه. إن ما كانش عشان خاطري، عشان خاطر بنتي مي. مي ما يشرفهاش يبقى لها اب زيك، مجرم رد سكون. مش هنعيده يا مرزوق بيه. انت عارف اني اتسجنت ظلم. انا كل اللي اعرفه انك ولد نصاب وضيع، ضحكت على بنتي، غررت بيها عشان تبتزني. انا ما اتجوزتش نادية عشان طمعان في فلوسك. انا اتجوزتها عشان بحبها. وهي دي غلطة عمرك، كان لازم لما تحب تحب من توبك. ما كانش بايديها ولا بايديا، ده قدر. الحب ما بيتفصلش ولا بيتباع بالمقاس. اسمع يا ولد، تحب تاخد كام عشان تبعد عن طريقنا كلنا؟ 10,000؟ 20,000؟ عايزني ابيع لك بنتي ومراتي؟ نادية طليقتك مش مراتك. انت بتقول ايه؟ انا ما طلقتش نادية. نادية اتطلقت منك بحكم المحكمة أول ما دخلت السجن، واتجوزت ابن عمها علي. انا ما حدش اعلني بحاجة. مستحيل، ده تزوير. المستحيل إنها كانت تعيش مع واحد زيك في حارة من حواري تحت الربع. اللي اعطاك يعطينا يا مرزوق بيه. دكانة الطرش اللي عملتك لسه موجودة في الحارة تحت الربع، ولا نسيت؟ اخرس يا صايع. صلاح ابن الحاج الشنواني مش صايع. انا مهندس، بس عشان ما احنا في زمن الشهادات فيه ملهاش قيمة ما لقيتش قدامي غير اني اشتغل سواق. بس مين عارف، يمكن الزمن تتعدل موازينه وكل واحد يرجع لاصله. عمرك ما هتكون أكتر من اللي أنت فيه. اللي زيك حرام يعيش. برا برا يا كلب. انت ايه؟ كلتك ايه؟ بتجيب الكره ده كله منين؟ ماما في ايه يا حبيبتي؟ في واحد وحش قاعد يتخانق مع جده وبيقول ان بابا ليش هبشة لما اشوف بنتي ويكون في معلومك انا مش هتنازل عن حقي وهقف قصادك لاخر العمر. ما قالك بره ايه؟ ما بتسمعش؟
اللي زيك خسارة تسأل عن موته، لكن لو عتبت مرة تانية هنا الدبان الازرق مش هيعرف لك طريق. بره بره. خارج، بس من هنا ورايح القلم اللي هتديهولي هردهولك 10 يا مرزوق بيه. العروسة دي المي. ادخل. اوبر يا فندم. تاخد 2 مخبرين وتروح تجيب لي الواد ده حالا. عايزه هنا بمنتهى السرعه، مفهوم؟ اسمه وعنوانه عندك. اوعى اوعى تعملي فيه ايه؟ امشي يا اقول كده انت مربوط على هوا كل يوم والتاني وديله. امشي ايه ده؟ والله ما يستاهل البهدله دي كلها صراحه. هو اللي جابه لنفسه، حد قال له بص الواحده مش من توبك ومن غير رضا اهلها. اقفل الباب وراك. حاضر يا فندم. سيجاره ولع. متشكر. اقعد. يا فندم، بيتهيألي آن الأوان إن احنا نتكلم بالعقل، ولا إيه؟ الرأي رأيك، ما حدش يكره العقل، بس يا ريت عمك مرزوق بيه يفهم كده. عمي حكالي النهارده على اللي حصل بينك وبينه، وللأمانة أنا عذرتك وعذرته. أنت كأب من حقك إنك أنت تشوف بنتك، إنما بقى لو فكرنا بالعقل، البنت مصلحتها تفضل مع مين؟ أبوها ولا جدها؟ فهمت اللي عايز تقوله. ومقتنع بيه؟ لا، لانك ما تقدرش تقنع اب يبيع بنته او ابنه لواحد تاني لمجرد انه يقدر يعيشه عيشه احسن من اللي هو عايشها. يبقى اناني، ما بتفكرش الا في نفسك وبس. ناس كتير قوي الايام دي بتبيع ولادها لمجرد انها تضمن لهم حياتهم ومستقبلهم. انا هشتغل ليل نهار، مستعد اقطع حته من لحمي عشان اعيشها احسن عيشه. بنتك بيتصرف عليها في اليوم الواحد اللي ما تقدرش تكسبه انت في سنه. كل ده ما يعوضهاش عن لحظه حنان تحسها من امها وابوها. يبقى بتعاند بقى لمصلحه معينه في دماغك زي ما عمي فهمني. انا ماليش مصلحه غير اني اعيش مع مراتي وبنتي. مراتك مين؟ انا ما اتجوزتش غير واحده بس، بنت عمك ناديه. اسمها ناديه هانم يا كلب. اسمع يا اللي انت بتتكلم عنها دي مراتي، مفهوم؟ مفيش قوه ولا قانون في الارض هيقدروا يبعدوني عن ناديه وبنتي الا اذا كانت دي رغبتها وسمعتها منها. ده شرع ربنا. اخرس يا حيوان. انا المهندس صلاح الشنواني يا علي بيه. هقولها لك باختصار يا باشمهندس، لو امك ده عيالك تبعد عني وما تهوبش ناحيه ناديه والبنت، والا هخليك تكره اليوم اللي اتولدت فيه. وبرضه بالقانون. انهي قانون فيهم؟ قانونك ولا قانون مرزوق؟ اللي هكسب بيه هلعب بيه. حط كلامي حلقه في ودانك وياك تنساه.
انا مش هتنازل عن مراتي وبنتي، والملعب اللي تحبوه هتلاقوني فيه. الحملة جاهزة يا فندم. غور. بابا وطي صوتك لا تصحى. هي خلاص نامت يا بابا، روح انت اوضتك استريح. انا هقوم لما اطمن عليها. روحي انت اوضتك ومالكيش دعوه. تصبحي على خير. وانت من اهلي. انا صلاح يا نادية، ما تخافيش. انت إيه اللي جابك هنا؟ وايه اللي كان ممكن يجيبني هنا غيرك؟ ما عادش في اي حاجه تربطني بيك. لا يا نادية، ما تخلينيش اصدق انك بعتيني. انت اللي بعتني، ولا نسيت انك طلقتني اول ما دخلت السجن؟ ما حصلش، احنا الاتنين اتغدر بينا. كل اللي حصل ده من تدبير ابوكي. ايوه، رفع قضية طلاق باسمك، والمحكمة حكمت له اني كنت مسجون. انت بتقول ايه؟ للأسف هو ده اللي حصل. ازاي تصدقي اني ممكن افرط فيكي؟ ارحمني يا صلاح، انا مش عارفه اصدق مين ولا اكذب مين. صدقيني، انا عمري ما كدبت عليكي. انا صلاح يا نادية. مش ممكن، انا خلاص ما عدتش قادره اميز ولا افهم ايه اللي بيجري حواليا. اللي لازم تفهميه دلوقتي انك لسه مراتي. علي جوزي يا صلاح. شرعا انت مراتي وانا جوزك. وطي صوتك. خايفة من ايه ومن مين؟ بعد اللي حصل ما عدتش باقي على شيء. ازاي تصدقي اني ممكن ابيعك؟ ازاي؟ مش عارفه، جايز من ناسي صدقتهم. تقومي تتجوزي؟ جوازي من علي كان نوع من الانتحار واليأس. صراحة علي وصل. انت لازم تمشي دلوقتي حالا. كان نفسي اشوف مي. اخرج دلوقتي وانا هبقى اجيب لك مية تشوفها. اخرج بسرعة، علي لو شافك هتبقى مصيبة. نادية، نادية، على مهلك يا صلاح. اشوفك بكرة في جنينة مدينة نصر. بسرعة يا صلاح ارجوك. نادية. ايوه يا علي. ايه يا نادية؟ كل ده مستمعني؟ كنت واخدة منوم ورايحة في النوم. ولا ياخد منوم؟ يقفل الباب بالمفتاح؟ مش عوايدك يعني. يظهر صيها عليا.
بدري راح على المكتب وخد مي يوصلها معاه في سكته. وانت هتعملي ايه النهارده؟ زي كل يوم ولا حاجة لحد ما اروح اجيب مي من المدرسة. انت شفتي الواد صلاح لما جه هنا؟ شفته. وانت ايه رايك؟ في ايه؟ في اللي حصل بينه وبين عامر؟ يعني الله، ما تردي عليا زي الناس وتبصي لي لما اكلمك. جرى ايه يا علي؟ انت متنرفز على الصبح كده ليه؟ ما حاجه تفور الدم كمان، عمال اكلمك وانت بتردي عليا بتلغرافات ومن بين سنانك. احنا مش في اسم ولا في مديرية الامن، وبعدين انا رايي يهمك في ايه؟ الله، انت ناسيه انك مراتي؟ لا يا علي مش ناسيه، وارجوك انت كمان ما تنساش ان صلاح كان جوزي وابو بنتي، يعني له حقوق علينا. يعني ايه؟ من حقه يجي يشوف بنته. بقول لك ايه، لو قعدت بالفيلا هنا تاني انا بقى اللي هكسر رجله. مفهوم يا هانم؟ مي. ايوه يا ماما. احنا رايحين لواحد نفسه يشوفك موت. انت اكتر حاجه في الدنيا بيحبها. مين ده يا ماما؟ بابا يا حبيبتي. باباكي صلاح. طب ليه ما كانش بيجي عندنا؟ اصله كان مسافر يا حبيبتي، من ساعه ما رجع وهو دايما يقول لي نفسي اشوف مي. انا كمان نفسي اشوفه يا ماما، بس ليه سبتوا بعض واتجوزتوا انكل علي؟ هفهمك بعدين يا حبيبتي، بس اوعي هيجيبي سيره لانكل علي او لجده ان احنا قابلناه. اتفقنا؟ مي يا حبيبتي. ماما ده بابا يا حبيبتي. ايه خايفه من ايه؟ سيبيها براحتها يا نادية. شفت بنتنا حلوه ازاي؟ رايك يا مي؟ تيجي نلعب كوره سوا؟ طب تحبي نلعب كلب الحيران؟ مش عارفه تلعبي مع بابا ليه يا مي؟ عشان هو وحش كان بيتخانق مع جده. لا ده بابا بيحب جده جدا. هو في حد ما بيحبش جده؟ انا بس زعلت منه عشان ما كانش عايز اشوف مي يا حبيبتي، لكن انا بحب جده وبحب ماما وبحب دادا حكمة. بتحب دادا حكمة كمان؟ عارفة انا بحب مين كمان اكتر واكتر واكتر؟ حبيبة قلبي مي. دايما كنت بفكر فيكوا وانا بعيد، شايفكوا قدامي. ليالي طويلة قضيتها وانا قاعد لوحدي بقول لنفسي زمان مي كبرت بقت قد كده. لا بقت قد كده. كنت بتخيلها وهي نايمة في حضنك ودراعاتها الصغيرة حوالين رقبتك وبتقولك احكي لي حدوتة يا ماما. كنت بعد الايام والساعات اللي فاضلالي هناك عشان ارجع واخدها من دراعاتي واسمعها بتناديني باحلى كلمة في الدنيا، بابا. يا نادية قد ايه وحشتوني. صلاح بس ما كنتش متخيل ان هيبقى لي بنت حلوه واموره زي مي. عارف يا بابا، عيد ميلاد مي الاسبوع ده، وده اول عيد ميلاد هتحضره، مش كده يا مي؟ كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. هعمل لك اكبر عيد ميلاد، هعزم لك كل اصحابك اللي في المدرسه. تحب اجيب لك ايه؟ دبدوبه كبيره. هجيب لك اكبر دبدوبه في الدنيا بحالها، وهكون معاكي السنه دي في عيد ميلادك. هكون معاكي. خدي دي ودول
ودول تختاري ايه كمان؟ ليه؟ ومامي هتختاري لها ايه؟ ماما بتحب الشوكولاتة. وبابي هتختاري له ايه؟ ترى لا اختاري انت. حلو؟ جدا. خلاص. اجري يا مي اجري. بابا طلعت بابا. طلعتي. مي قطعت نفس يا نادي. شفت بقيتك ازاي؟ ما كنتش اعرف انها اسرع مني. تاخدي ايه كمان؟ اتفضل. صباح الخير يا مرزوق بيه. انا عايزه العب يا بابا. طب هاتي بوسه. انت ما بتسمعش بوسه. هاتي بوسه. ها؟ طب هتجيب بوسه وتلعبني؟ ماشي. امري انا الله. الله اكبر. اوبا. يلا حبيبتي. عدم المؤاخذه من يوم ما سبت الحته من سنين وهو مقفول، وانا ليا شو اشتريه. وانا باع الثمن معاك كام؟ كل اللي حيلتي 30,000 جنيه والباقي يعني رشاد، خد المعلم وديه لمحامي الشركه، اعملوا له عقد بيع على معمل الطرش القديم اللي تحت الربع، خدوا ال30,000 اللي معاه وادوا له مخالصه. مبروك عليك يا معلم. ربنا ما يحرمناش منك يا سعاده البيه. رشاد، وصل المعلم للمحامي. مرزوق ايه؟ المعمل يساوي دلوقتي اكتر من 70,000. عارف، بيعوهوله وخلصوني من معمل الطرش والحاره وتحت الربع والسيره دي كلها. بنشوف سيادتك. وبالمناسبه يا رشاد، نادية خروجها كتر قوي اليومين دول، خايف لا تكون بتشوف الجدع اللي اسمه صلاح. اللي تؤمر بيه سعادتك انا جاهز. ما تخليهوش يغيب عن عينك ومن بعيد لبعيد. وان لا قدر الله وتقابله اتصرف على طول. اوامرك. يلا. ادي هوبا. يلا يلا تاني. هنعمل ايه؟ علي وبابا مش هيسيبونا في حل. انا خايفه قوي، دول هيتربعوا الدنيا فوق دماغنا. ليه؟ اليوم عندنا ايه؟ انت مراتي ومي بنتي، بأي حق يحرمونا اننا نعيش؟ عشان خاطري يا صلاح مش عايزين مشاكل، على الاقل عشان مي. خلاص يبقى نهرب بعيد عنهم ونسيب لهم الدنيا بحالها. الحقني يا بابا. الحقني يا بابا. الحقني يا بابا. الحقني يا بابا. الحقني يا عايز ملزوق ايه؟ انت مين؟ مش شغلك. الشغل ده ايه؟ اتفضل كده سلامة. هوينا يلا. واقفين تتفرجوا مستنيين ايه؟ يلا يلا. انا جيتك يا مرزوق. وانا كنت عارف انك جاي. سيبوه.
انتوا ايه حكايتكم معايا؟ عايزين تورثوني بالحياه؟ انت سرقت مني مراتي، وعمك عاوز يسرق مني بنتي. لم لسانك يا صلاح يا شنواني. انا سبق وحذرتك ما توهبش ناحيه حد منهم. انا دلوقتي اللي بحذرك، ابعد عن سكتي انت وعمك، ما تصحوش الشر اللي جوايا. شياطين الارض بحالها مش هتبعدني عن مراتي وبنتي. يظهر ال7 سنين اللي قضيتهم في اللومان ما ربكش. عايز تقف قدام القطر وهو ماشي ولا عايز تفحت قبرك بايديك؟ انا اللي هيقف في طريقي هدفنه وهو حي. انت بتهددني يا كلب. ما عادتش تفرق معايا، ويكون في علمك انا مش هسكت. مش هتلحق تتكلم. وظيفتك الميري مش هتخوفني. هقول لكل الناس والجرايد انك بتستغل وظيفتك. محدش هيصدقك، كلهم عارفين انك مجرم ورد سجون. حطها حلقه في ودانك وبلغ عمك، محدش هيقدر يقف في طريقي. ماشي يا باشمهندس، وبيني وبينك القانون. مع السلامة. اسمع، اقفل الباب من بره. انا هطلب الطلاق من علي. دي نجوم السما اقرب لك من اللي في دماغك، من اللي بتفكري فيه. من حقي اعيش مع الراجل اللي اخترته وابو بنتي. تبقي بتحلمي او اتجننتي، وفي الحالتين يبقى اولى بيكي مستشفى المجانين. الجنون الحقيقي اني احرم طفله زي مي من حنان ابوها. ايه؟ ابوها؟ تعرفي تقولي لي المحروسه ابوها هيعيشها منين ولا فين؟ هيعوضها عن النعيم اللي هي عايشه فيه ازاي؟ بنتك يا هانم بيتصرف عليها مش اقل من 3000 جنيه في الشهر. تعرفي تقولي لي هتجيبي لها ده كله منين؟ من بنك الحنان بتاع المحروس اللي بتتكلمي عليه. الفلوس مش كل حاجه، مش كل حاجه. كفايه بقى، كفايات يا بابا. خليني اعيش حياتي انا وبنتي مي. مع مين؟ مع صلاح الشنواني رد السجون الصايع؟ انت ليه بتكرهه للدرجه دي؟ صلاح ما عندكش في حاجه. كفايه انه خطف فرحتي بيكي من جوايا، كسرني لما سبت البيت وهربتي عشان تتجوزيه. كان كل خوفي اني اموت او يجرى لي حاجه قبل ما انتقم منه، وجايه دلوقتي تقولي لي بكرهه ليه؟ بكرهه وهفضل اكرهه طول عمري. ده حرام، حرام. ما كانش عشان خاطري، عشان خاطر مي. مالكيش دعوه بمي. ايوه، ما تدخليهاش في حساباتك. مي دي بنتي انا، حياتي انا المسؤول عنها. ويكون في علمك لو ما غيرتيش اللي في دماغك انا هاخد مي واسافر بيها، ومش هتشوفيها بعد كده، لا انت ولا هو. صلاح، طلباتك يا شويش بسيوني. قدامي على مديريه الامن. الدرجه دي بقت مهمه عندكم؟ عايزيني معاكم ليل نهار؟ يلا يا اخويا بلاش نقواره. من عناية يا بفة. اتفضل اما اشوف اخرتها. اتفضل. حد من دول هو اللي قطع عليكم الطريق؟ لا. معلش، يا ريت تركزوا شويه وتفتكروا كويس. لا مش منهم. متأكدين؟ ايوه. فرج. ايوه يا فندم. خد الواد على مكتبي واحجزه لي واصرف الباقيين. حاضر يا فندم. يلا يا اخويا. اهلا يا ابن الشنواني. ايه رايك دلوقتي؟ اظن قانوني 100%. ما انت القانون لعبتك. لا، ده لسه حاجات كتير قوي انت ما تعرفهاش. ممكن ابعت ورقك للنيابة للتأكد من صحة الإفراج، ثم التسجيل الجنائي، ثم الأدلة الجنائية، ثم مندوب التجنيد. مش يمكن مطلوب للتجنيد. هخليك تكره نفسك. مش قد ما بكرهكم، وخلي بالك اللي باقي بيني وبينك شعر رفيعة، ما تقطعهاش احسن لك. انت بتهددني يا ابن الكلب. الدنيا مش ماشية بقانونك لوحده، في قانون تاني مش موجود في الكتب. في
القانون اللي بيخلي الضعيف والمظلوم يحط عقله تحت رجليه ويقتل عشان ياخد حقه بايديه. قانون اليائس. سمعت عنه يا علي بيه؟ بكل القوانين هتخسر. بس خسارتي مش هتبقى قد خسارتك انت وعمك. هوريك الويل، هقلب لك حياتك كلها، هخلي ليلك نهار ونهارك ليل. انا هخليها لكم ضلمه، هجيب عليها واطيها. كفايه عليا ان ناديه بتحبني. ايدك يا خسرانك فرق. انا بحذرك، انت المسؤول عن كل اللي هيحصل، وساعتها ما تلومش الا نفسك. تمام يا فندم. كوبايه ميه. ماشي يا صلاح، روح انت دلوقتي، بس مشوارنا طويل قوي مع بعض. مالي؟ دي مراتي. فاهمة ايه؟ مراتي. علي، لا علي. مراتي. علي. مراتي. علي. معقول اللي بتعمله ده يا علي؟ الله. انت مراتي. مش مراتي كده بقى. تاكسي. تاكسي.
ايه رايك يا مي في سنه عيد ميلادك الجديد؟ جميل قوي يا ماما. مين بقى اللي جابهولك، حضرتك ولا بابا؟ بابا طبعا. اوعي بابا ما يجيش عيد ميلادي. تحبي بابا يا مي؟ قوي قوي يا ماما، بس ليه مش بيجي يعيش معانا هنا عند جدي؟ احنا اللي هنروح نقعد معاه يا حبيبتي. بس اوعي تخليه يسافر تاني، نسميه احنا لكل اعياد ميلادي. مرزوبة! انت فين يا مرزوبة؟ رد عليا يا مرزوق! يا ماما وريني نفسك يا مرزوق! مش واجب تطمن على رجالتك برضه يا مرزوق ايه؟ انا جبتهم لك معايا عشان ما تقلقش عليهم. ايه اللي في جرابك تاني يا مرزوق ايه؟ ده اللي في جرابي يا صلاح يا ابن الشنعواني. لا يا بابا. بابا بابا انت وحش يا جدي، انت وحش، عاوز نموت بابا. دخلي يا بنت جوه. ان كان لازم تقتله اقتلني انا كمان، انا مش هسيبه لحظه بعد كده. روحي في 60 داهيه انت وهو، بس عمرك ما هتدخلي البيت ده تاني ولا هتشوفي بنتك. بلغ الإشارة دي بكل الأقسام. أي بلاغ يجي لهم من أي مستشفى عن أي مصاب بطلق ناري يبلغوني بيه فورا. وفي هنا نمرة عربية تخلقها لي من تحت تقطيع الأرض، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. بسرعة. يلا يا دادا حكمة، هاتي مي بسرعة وحصلوني. يلا يا مي، يلا حبيبتي تعالي بسرعه. تعالي حبيبتي. هي ماما هتيجي امتى؟ هتحصلني حالا يا حبيبتي. وبابا معاها؟ ان شاء الله يا حبيبتي. يلا يلا يا مي، يلا بسرعه. بس أنا لسه متأكد إن الجرح ده من أثر طلق ناري. هو حالته ايه دلوقتي يا دكتور؟ محتاج للراحة لمدة أسبوع على الأقل. هيتحجز في المستشفى وأنا مضطر أبعت إشارة الاسم. تمام يا فندم. الإشارة دي جت من اسم الجمالية، بلاغ عن مصاب بطلق ناري. ده هو فعلا. هو فين؟ كان هنا، ده سريره. الجدع اللي كان نايم على السرير ده راح فين؟ انا شفته هو والست اللي معاه بيتسحبوا لبره. من قد ايه؟
من يجي نص ساعة كده. حكمت، ولاد عزام يا حكمت. عملتها يا كلب. علي، صلاح ملوش ذنب. إذا كان في حساب يبقى بيني وبينك. ايدك! برضه مش هتخلى عنه. صلاح قتل ابوكي، قتل ابوكي ولاد حكمت. انت بتقول ايه؟ صلاح انتقم لنفسه وقتل ابوكي. المرة دي مش هسيبك، مش هتفلت مني غير وانت في حبل المشنقة. كذاب كذاب كذاب! وبنتك مية هاني في المستشفى متعلقة بين الحياة والموت. ابعد عني، انا لازم اشوف بنتي. سيبه تمام يا فندم. بلغ كل نقط المرور وفرقه الانتشار السريع برقم السياره ديت. اي حد يكون جواها يقبضوا عليه، واي معلومات يتوصلوا لها يدوني بيها خبر فوري. حاضر يا فندم. الباقية في حياتك يا نادي. ارجعي بيتك، انت وراك واجبات والتزامات لازم تعمليها. وانت يا صلاح؟ انا هروح لمي، لازم اكون جنبها. علي مش هيسيبك توصل لها، وبعدين انت تعبان. شياطين الارض مش هتحوشني عنها، لازم اروح اطمن عليها واكون معاها في عيد ميلادها. هاجي معاك، ما هي بنتي زي ما هي بنتك. نادي انا مش عارف ايه اللي هيحصل، الدنيا ملغمه حواليا. ما تحاولش، انا لازم اشوف بنتي. احب اسوق بدلك يا صلاح. لا انا كويس، ما تقلقيش عليا. امشي سكتك عادي زي اي واحد ومراته.
إلى جميع وحدات الطريق ووحدة الانتشار السريع. إلى جميع وحدات الطريق ووحدة الانتشار السريع. السيارة المطلوبة رقم 10598 ملاك القاهرة في اتجاه الطريق الصحراوي. قائد السيارة بصحبته سيدة ويحتمل وجود سلاح معه. صلاح، متقلقيش عليا، لازم نطلع من المنطقة دي بسرعة. يلا بينا. لقينا العربية يا فندم، انما للأسف هربوا وسابوها. يبقوا ما لحقوش يهربوا بعيد. المنطقة كلها تتمشط وتتحاصر. لازم يتقبض عليهم قبل ما يهربوا منها، مفهوم؟ حاضر يا فندم. يلا. بابي، مامي، بابي، مامي، مي، مي، بابي. حبيناه ومشينا وياه، قلنا كلام وقالوا لنا كلام ولا في الأحلام. هتجننيني يا نانا، هتجننيني. صنع؟ امال كنت سايق عليا الزلازل؟ السوق اللي صنع يا محسن بيه، وكل شيء بأوان. اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكيش وانت داخله عليا مكتبي اول يوم في الوزاره. ده لون وده لون يا واد اللي بالالوان انت، بس انا كنت كاشفك. وانا كمان كنت كشفاك، وكنت عارفه انك مقطع السمكه وديلها. لا مش للدرجه دي يا ناس. وقف شويه يا محسن بيه. الفلوس في جيبي، الساعة اهي، خد اللي انت عايزه. اخلص. انت عايز ايه؟ اركب، اركبي. اركب. اطلع. الجو النهارده حر قوي. نيفين انت مش قلت هجيبي معاكي سندوتشات؟ ملحقتش احضرها. ايوه. ممكن حضرتك تبعد المطوه دي عن رقبتي؟ بص قدامك وسوق وانت ساكت. تمام يا فندم. بلغنا مديريه امن اسكندريه باللازم يا فندم. طلبت منهم يحطوا حراسة ومخبرين حوالين المستشفى؟ حصل يا فندم. جهز العربية فورا. حالا. خليكي ماسكه المسدس، خليكي ماسكه المسدس. إلى كل نقط مرور الطريق الصحراوي فتشوا عربية لضبط المتهم المطلوب. حول يا ابني، زود السرعة أرجوك. حاضر يا فندم. بتعيطي ليه دلوقتي؟ مالكش دعوه بيا. انا ايه اللي خلاني نزلت معاك اسكندريه؟ انا ما ضربتكيش على ايدك،
انت جيتي معايا بمزاجك. لو انت صادق خوفي على لقمة العيش هو اللي عمل كده. حاجتي وحاجة اهلي للقرش هي اللي رمتني بين ايديك. انت هتعمليني فيها شريفه؟ اخرس كلب، انا اشرف منك ومن 10 زيك. اخرسي ولا كلمه وبص قدامك. انت فاكر نفسك ايه؟ دون جوان عصرك؟ انت قرد زي بقيه القرود، بتحكم وبتتحكم كما في الكرسي اللي انت قاعد عليه. طيب يا ريفين لو ما وريتك بس مش عايز كلام. حاضر. والا يمين بالله هفرغ المسدس فيكم. حاضر حاضر. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ انا مش زي ما انتم متصورين، انا زي اي بنت كان نفسي يبقى لي بيت وعيال وراجل يضللني، لكن اعمل ايه؟ الايام ما بترحمش. خدت دبلوم التجاره وحسيت عشان خاطر اشتغل، كان كل همي اني اوفر رغيف العيش لاخواتي. الناس اتوصفوا لي عنده، حددوا لي معاه ميعاد، واول ما دخلت عليه انا عبت في كل حته في جسمي. تاني يوم استلمت الشغل، ما هو واصل وله كلمه وعدها والخير عبد، مكافئات وعلاوات وبدل سفر، كل ده من غير ما اتنقل من مكاني. طبعا هو خسران ايه؟ ما هي كلها فلوس الحكومه. كان معادله النهارده في شارع العجمي عشان ادفع له الثمن، صدقوني ما كنتش اقدر اقول له لا. الو، النمرة غلط. خد. اطلبي الدليل. اسألي عن تليفونات كل مستشفيات اسكندرية، يمكن نعرف نلاقي ميت. زود السرعة. حاضر يا فندم. حاضر ايه؟ دوس بنزين. حاضر يا فندم. الو، مستشفى الامل. انا والد الطفلة ميت. ايه؟ في غرفة الانعاش؟ طب من فضلك طمنيني عليها، اقول لك وصليني لاي مسؤول او اي حد قريب منها، بس بسرعة وحياتك. الو، مين؟ مي صلاح؟ ايوه انت ابوها؟ ايوه انا. اديني اكلمها. استني بس يا نادية اما اطمن على البنت، ارجوكي من فضلك طمنيني على البنت. البنت عامله ايه؟ حالتها ازيها؟ فاقت ولا لسه؟ للاسف البنت حالتها زي ما هي، ولحظه ما بتفوق مفيش كلمه على لسانها غير كلمه ماما وبابا. انا مش قادر افهم ازاي لا انت ولا مامتها ولا اي حد من اهلها كده لحد دلوقتي. ارجوكي اول ما تفوق قولي لها بابا وماما جايين لك، مسافه السكه على طول. وقولي لها كمان بابا بيحبك قوي يا مي، وجايب لك معاه هديه عيد ميلادك، الدبدوبه اللي انت بتحبيها. مي بابي ومامي اتصلوا بيكي، جايين لك على طول، وبابي بيقول لك ان جاب لك هديه عيد ميلادك الدبدوبه الكبيره، وبيقول لك انه بيحبك قوي يا مي. صراحه اركن. انزلي. انا اللي هسوق. لف بسرعه اقعد جنب ناجي يلا. شوف معلومه. انا يا اكل يا مقتول، اركب بسرعه وانت لف. حاضر. لف بسرعه اركب. مش عايز اي حركه غد. اركب. قالوا لنا الطريق المتهم شهد داخل سيارة مرسيدس رقم 180 255 عند نهاية الطريق الصحراوي. حول. بلغ نجدة اسكندرية يقفلوا مدخل الطريق الصحراوي وكل مداخل اسكندرية. حول. زود السرعة. شريف يا حاج؟ لا، نقول لي المفاتيح. انزلوا. بسرعة.
عايزه اروح الحمام. وده وقته؟ فين الحمام؟ مرزوع هناك قدامي. بتراجع انت. عايز مننا ايه دلوقتي؟ ايه اللي تقدر تقدمه؟ اطلب وشوف. فلوس؟ انا ممكن اوفر لك اي مبلغ تحتاجه. انا مش محتاج فلوس. نقول ده ولا ايه؟ تبقى بتكذب على نفسك. الفلوس هتحل كل مشاكلك وهتشتري حياتك. اسمع، اهرب بره البلد وانا هساعدك. انا ليا اتصالات في كل حته، في المينا، في مديريه الامن، مليون واحد بيتمنوا يخدموني. وكل ده عشان ايه؟ اسمي، مكاني، سمعتي وسمعة البنت. يا روح ما بعدك روح، اللي زيها كتير صدقني. انا من مصلحتي دلوقتي اني اهربك، اخفيك من على وش الدنيا. للدرجه دي انا بقيت مهم عندك؟ اكتر ما تتصور. ولو اتقبض عليك اسمع هيجي في التحقيق، هتعرض قدام الخل، والف مين هينتهز الفرصه عشان يخلص عليا، والكلام هينطق. الصحافه مش هترحمني. انا راجل صاحب بيت، عيالي كبرت. قلت ايه؟ اسكت خالص واقعد مكانك. انت كمان ما تهمنيش في حاجه، واللي زيك برضه كتير. ارجوك تفهمني، ابوس ايدك، ابوس رجلك. برافو يا نيفين، جيتي في وقتك. هاتي المسدس، انا اللي هعرف اتفاهم معاهم. خليك بعيد، لو قربت مني هضربك بيه. لا يا حبيبتي اتجاهلتي، ده ورطه. المسدس في ايدك ده هو الامل الوحيد اللي هيخلصنا منها. ارجع وترجعني يا محسن بيه. ترجعني فين الغلبانه اللي سلتها بفلوسك؟ ترجعني عشان تنقذ اسمك وسمعتك. ارجوك يا نيفين، ارجوك، ده العقده. ارجع ارجع. صدقيني يا نيفين، ده هيدينا احنا الاثنين. هاي يا صلاح. مبسوطة يا فقرية؟ أول منزل مصر هتفيدك. خلاص اللعبة انتهت يا محسن بيه. ايه هتعمل ايه؟ فين بابا؟ فين ماما؟ ألف سلام عليك يا حبيبتي. بابا وماما زمانهم جايين. أنا عايزة بابا، أنا عايزة ماما. حاضر يا حبيبتي حاضر. في واحد على التليفون بيسأل عن مي. طب خليكي جنبها، أنا راجعة حالا. حاضر. ألو؟ الو، انا صلاح الشنواني اللي كلمتك قبل كده، والد مي. طمنيني، مي زيها دلوقتي؟ فاقت ولا لسه؟ هي أحسن دلوقتي ونقلناها من أوضة الإنعاش. بس إزاي ما جيتوش لحد دلوقتي؟ البنت مفيش سر على السنة غير بابا وماما. طمنيها. ألو، أنا مامتها. من فضلك قولي لي هي ازاي دلوقتي؟ بقول لكم البنت بخير. أرجوكي ما تكذبيش عليا. صدقيني البنت أحسن كتير دلوقتي، بس لازم تقولها بسرعة. عشان خاطري بوسها لي، وخدي بالك منها لحد ما نيجي. السلام. العربية يا فندم. في حد دخل ولا خرج من ساعة ما انت بلغتني؟ لا يا فندم. خليك انت هنا. العساكر تحطوا الشاليه وانتوا ورايا. مش عارف هرجع امتى. بقول لك مش عارف. المؤتمر باظ، القعدة ولعت. ايوه ولعت. ايه ده؟ ما حدش يدخل، احنا عريانين.
هما فين؟ هربوا يا سعاده البيت بعد ما قلعونا هدومنا وخدوا الهدوم ومفاتيح العربيه عشان ما نقدرش نتحرك ونخرج وراه. احكي لي كل حاجه بتفاصيل. بالتفصيل؟ ايوه عايز اسمع كله. كله يبقى بتحتك يا محسن. والله يا محسن بيه. اسكتي يا بوز الفقر. طب ايه رايك مش هحكي؟ انت حاضر. هما قلعوها الاول وبعدين؟ قلعوني. نادي انا خلاص مش قادر، حاسس ان الدنيا بتلف بيا ومش شايف. ما تقولش كده يا صلاح. مش قادر يا نادية، مش قادر. مي لوحديها، خد لها هدية عيد ميلادها وروح لها وبوسيها لي وقول لها تسامحني. مش هقدر اوفي بوعدي معاها. انا مش ممكن اسيبك وانت في الحالة دي. يلا يا صلاح. وسامحيني انت كمان على كل اللي سببته لك. مي ملهاش غيرك انت يا نادية. اللي يحب في زمن الناس نسيت في الحب لازم يدفع الثمن. لا يا صلاح، لا، ما هي مستنيانا احنا الاثنين. قوم يا صلاح قوم. ما هي هتلاقيها مستنياك بتقولك وحشتني يا بابا. احنا ما عملناش حاجة غلط، وانت مالكش ذنب في كل اللي حصل. يلا يا صلاح، يلا يا صلاح، يلا يا صلاح. افتح الباكم. سخنة قوي يا صلاح، كان لازم نروح لدكتور. انا خايفة يكون الجرح اتسمم. ارتاح يا صلاح. تعال يا صلاح. تعال. ايوه. ليلتنا فل. صلاح
لا ما كلتيش انا هزعل منك. شوفي انا جبت لك ايه عشان عيد ميلادي. انا مش هعمل عيد ميلادي الا بابا وماما يجوا. بابا اتصل بيا وقال لي انه جاي. يلا حبيبتي يلا يلا يلا. مي حبيبتي. انكل علي. الف حمد لله على سلامتك يا مي. بابا وماما فين؟ هما ما جوش معاك؟ قولي لي يا مي، انتي بتحبي بابا؟ طبعا يا انكل، مش بابا. يعني لو ما جاش يا حبيبتي هتزعلي؟ ليه؟ هو مسافر تاني؟ يمكن يا حبيبتي، يمكن. ارجوك يا انكل خليه، لازم يجي. كل سنة وانت طيبة يا مي. أنا مش ناسي وعدي ليكي. إن شاء الله هجيب لك هدية لعيد ميلادك. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. نقيب إبراهيم زكي من شرطة اسكندرية. لو سمحت عايزك تشدد لي الحراسة على كل مداخل ومخارج المستشفى. تفتكر سيادتك إنه ممكن يجي ويعملها فعلا؟ ايوه معاك. فين؟ مصاب بايه؟ عربية الاسعاف هتكون عندك حالا، بس لو سمحتي اديني الاسم ورقم التليفون. فين الأوضة اللي فيها مي صلاح؟ تاني دور من هنا. شكرا. الحمد لله على السلامة يا هانم. صلاح فين يا نادية؟ معرفش. اللعبة انتهت. أظن أن الأوان إن كل واحد فينا يرجع لمكانه الطبيعي. أنا وصلاح مكاننا الطبيعي هنا جنب بنتنا. صلاح مكانه الطبيعي السجن، حبل المشنقة. ما تصدموش يا علي، صلاح بريء. بعد كل اللي حصل ولسه عمالة تدافع عنه، إيه اللي ممكن يعمله تاني عشان تصدقي إن هو مجرم وقاتل؟ ما تخليش كرهك ليه يعميك عن الحقيقة، ما تبقاش صورة تانية من بعض. صلاح كان معايا يوم الحد، ما فرقنيش. أنا عمري ما كدبت عليك. يوم ما عرضت عليا حبك أول مرة وقلت لك أنا بحب صلاح، انتوا اللي استكترتوا على واحدة زيي إنها تحب واحد زي صلاح. وبعدين أنت ناسي إن اللي اتقتل ده أبويا. حرام عليكم بقى، سيبونا بحالنا. كانش ممكن ان انا اتصور ان حبك ليه يخليكي تكرهي اهلك وتفرطي في دمهم للدرجه دي. هو فين؟ معرفش. سيب بيتي بقى. ما شفتش الجدع اللي جابته الاسعاف دلوقتي وهو خارج؟ لا محدش خرج. ليه؟
سايباه في اوضه الطوارئ ورحت اندهر الدكتور، رجعت ما لقيتهوش. تلاقيه شم نفسه وروح. روح ازاي بس؟ ده حالته خطر. أرجوك يا علي. لحد هنا ومشوارك انتهى يا صلاح. مفيش قوة هتقدر تمنعني ان ادخل لها غير الموت. انا اللي همنعك يا صلاح. مسدسك في ايدك وانا قدامك اهو. لو مصمم تمنعني اقتلني. انا اتحرمت من بنتي 7 سنين ومستعد ادفع عمري عشان اطمن عليها. خشوا شوفوا بنتكم نادية. ورقة طلاقك هتوصلك بكره.